قرود قرود يا اخوانا، والله الضنب عنده حق. ما اعرف ظاهر ولا ما ظاهر. بعينه للملك والله ظابطين لكن ظبطت. مبالغه عن السحب. اوكي يا اخوانا، اهلا وسهلا بكم وصباح الخير في لنكاوي. اليوم انا ماشي استكشف، ما عارف حيكون قدامي شنو. حيكون عندنا خطه يا اخوان، حنمشي نشوف السكاي بريدج، وحنمشي نشوف ال 3 دي، العالم ال 3 دي. هسه اول حاجه انا محتاج اعملها انه امشي احول قروش. ما عندي اي قروش، فحمشي احول قروش. حاليا الجو ضابط لا باس به، يعني لا سخانه لا برد، يعني في حبه سخانه او رطوبه، يعني اكثر من انها سخانه. فنحول قروش. انا ما عارف، تقريبا في محل على بعد دقيقه مني، بس انا القاه. فبعد ما نحول قروش طوالي حناخد جراب، حنمشي للمعالم اللي بيمشوها كل الناس، واللي هي من اضبط الحتات هنا. انا ما عارف ليه لكن كل الاماكن مقفله، مع انه يا اخوان الساعه 12، الساعه 1 عدل. ما عارف حتشوفوا ولا ما حتشوفوا. الساعة 1 ظهرا و90% من المحلات مقفلة، والليلة يوم الأربع، يعني ما ويكند، فما عارف وات. غيرت قروش، والمشكلة المواجهاني الأساسية هو إنه أنا نسيت أشيل الإكسترنال درايف بتاعي. حاليا الميموري كارد بتاعت الكاميرا اتملت، وما عندي باك اب، ما عندي أي حاجة. شايفين لينكاوي؟ فهسه أنا حاليا قاعد أفتش لي في ستور عشان اشتري لي ذاكرة او اكسترنال او فلاش او اي حاجه تنقذني. هسي ببحث اونلاين وشوف الحياه المتوفره، وبشوف لي محل موبايل ستور ولا كمبيوتر ستور قريب مني، وبمشي وبسال. الغريب انه كل المحلات بتاعت الهاردوير ما عندهم فلاش الحي البسيط اللي عند اي محل. دي حاجه غريبه يعني. حواصل التفتيش وحوريكم بعد ما القى. السلام عليكم. اخيرا بعد تعب لقيت محل اشتريت منه ذاكره 128 ب 130 لينكاوي قروش. بيسموها شنو هي؟ رينجت. فاشتريتها 130 رينجت، يعني 100 درهم، غالية شديد مقارنة بالفاليو. انا اشتريت 128 جيجا، وفي دبي انا اشتريت ال 256 جيجا بنفس السعر. فانا يا ريت لو كنت في دبي اشتريت اثنين. بس على اي حال ما لقيت اي وسيله اقدر اعمل بها باك اب للملفات، والحاله حرجه لانه ما حقدر اعمل فلوجز اذا ما عندي مساحه. بس الحمد لله عندي مساحه، وغالبا في فيتنام احاول اشتري لي محل داتا تاني، غالبا دي تكفيني باقي الوقت هنا. وزي ما قلت المشكله ما عندي جهاز اعمل فيه باك اب، او اعمل باك اب للملفات فيه. عشان كده انا متجهجه كده. على اي حال نشوف لنا جراب، نشرب لنا مويه اول، نشوف جراب عشان نتحرك على المعالم البارزه. انا اول حاجه اكسايتد انه امشيها هي السكاي بريدج، فحنمشي السكاي بريدج ونشوف. ليتس جو. That's a whole tribe. اوكي يا اخواننا، وصلنا نص المنطقة، في بعض الرطوبة. انا كنت قايل الوقت او الجو حيكون بارد لانه نحن في الجبل. كنت عاوز البس الهودي، بس كويس انه ما لبست الهودي لانه الجو لسه ما بارد شديد. فحاليا انا ماشي على السكاي كيبل. حنتحرك شوية كده، حنمشي على السكاي بريدج ونشوفه. انت وقاعد في المنطقة دي بتحس بانك انت شنو، طرزان، زعيم الجنجل، وهكذا. وزي ما شفتوا في الطريق يا اخوانا، الطريق مليان بالقرود، وزي ما سامعينهم هسه. انا ما اعرف ده القرود ولا تقريبا قرود، ده القرود. كنت عاوز اجر موتر، بس الموتر ده حاجره في البلدة الجاية اللي هو في فيتنام. شايفين هنا كمية المواتر، فغالبا اجر في البلد الجاية، عشان حتكون لي وسيلة اسهل كتير انه اتنقل بها في فيتنام.
كده نشوف وين السكاي بريدج عشان تمشي فيه. وبعدين من هناك في الكيبل كارت. الكيبل كارت هنركبه برضو ونمشي فوق، شايفينه هناك. يا شوي حنركب ذاك. فهسه انا داير امشي، انا ما اعرفكم حتشوفوه ولا ما حتشوفه، لكن حاجه عين لها هناك والله مخيفه. It's very scary man. anyways رح نجرب ونشوف. انا احب الحياة المخيفة يا اخوان. اي حاجة تحس بانها مفروض ما تمشي من هنا، انا بمشي من هنا. عن المنطقة ظابطة كيف، عن الشغل ده بيتهزز، يتهزز تهزز شديد جدا، بس انا I don't care. عينه لو بيتهزز كيف. بس انا زي ما قلت لكم بحب الحياة المخيفة، بحبها. هندي تحس بانك انت في حتة سياحية، جراسيك وولد وما عارف شوبينج لجلاسز وحاجة زي دي. صاحبنا بيعمل فيديوهات بجاي او ميوزك. طيب بمشي اشوف التيكت بكم واوريكم. دي الحتة اللي فيها كل الحاجات دي. 3D art museum، سكاي ريكس، imaginary ولا ما عارف شنو، 6D سينيموشن ولا سكاي كيبل. طيب يا اخواننا، انا عشان اعمل لكم كل الاكتيفيتيز اشتريت التذكرة اللي فيها كل شيء. التذكرة ب85. انا حكتب لكم يعني بكم هنا، فانتوا حتعرفوا التفاصيل. ده سعر التذكرة، وبيدوك الاكسسوار ده عشان تقدر تدخل بيه في كل الحتات اللي انت اشتريت تذكرة لها. فانا حاشتري اول حاجة او حمشي ادخل كل الاكتيفيتيز، واخر حاجة حمشي الكيبل كارد وحركب السكاي بريدج اللي انا اصلا جاي على اساسه. انا اكتشفت انه ايوه فعلا بعد ما تطلع بالكيبل كارد فوق بعدين بتلقى السكاي بريدج. فكويس انه جينا في الحته الصحيحه يعني. ثواني بس اعمل سويتش، اركب المايك الثاني عشان تسمعوني بطريقه افضل. طيب يا اخوانا، انا من قبل جايلهم دي جايلهم مجسمات. فتعالوا شوفوا القرود هنا. دي قبيله كامله يا اخوانا، الاسره كلها بتاعت القرود جات هنا زي ما شايفينها. يعني انا خايف انه ينط فينا ولا حاجه. عنه هناك ديك مع ولدها، وهنا قبيله كامله. جيبوا لكم بزاويه ظابطه. قرود يا اخوانا والله. الضنب عندهم حق. عندهم حق كيف. سو فاني مان. شايفين كمية من القرود؟ 1 2 3 4 اللوت مان، ذاتس اللوت. على أي حال كفاية قرود. نمشي. أنا حاسس بيه حينط فيني واحد يعني، عشان كده ماشي من هنا. نمشي نعمل الأكتيفيتيز وما نحرمكم من المتعة بتاعت الأكتيفيتيز. أول حاجة أول أكتيفيتي حأعملها أخش لكم الآرت، 3D ارت. وبعدين نشوف كل الاكتيفيتيز الثانيه. زي ما قلت حخلي الكيبل كارت اخر حاجه، وبعدين نشوف الاكتيفيتيز الثانيه. تعالوا هنا نشوف الخريطه. شايفين هناك الكيبل كارتس شغاله هناك. اين انا؟ نحن جينا لنكاوي، اسمها شنو الحته دي؟ نحن المفروض نكون في الحته دي. سكني انا تقريبا في الحتات دي، فمن الحتات دي وصلت هنا. انا حاليا تقريبا هنا. المفروض نشوف ما هي الاكتيفيتيز. انا حاسس بانه في مطر حصب، عشان كده جبت مظلتي معاي. المظله معاي حتى لو ما حصب، لانه لو صبت في اي لحظه انا ححميكم انتم عشان ما تغرقوا. انتوا غاليين بالمناسبه يعني، فانا ما عاوزكم تغرقوا، لانه لو غرقتوا دي مشكله كبيره جدا يعني، فلازم ما تغرقوا. بدأت تصب. يا اخي انا احساسي اقسم بالله العظيم انا يعني
مبالغه عينه. اعوذ بالله من كلمه انا. طيب نحن وصلنا 3 دي ارت. محتاج لي كوفي، محتاج اشرب لي كوفي ظابطه كده اصحى بيها. انا ما شربت اي كوفي، بس ما عارف هشيلها هسي ولا بعدين، غالبا بعدين. نعم. كذا انا هسه اخش هنا واوريكم الحاجات دي تستحق ولا ما تستحق. انا حدفع وانتوا عن طريقي حتعرفوا حستحق ولا ما حستحق. اوكي. طيب اول حاجه زي ما شايفين بيخلوك تطلع الشوز بتاعك من هنا. 3 دي ارت بيبدا. الحته دي فيها ما عارف تاخد فيديو لنفسك هنا. I don't know. Have to scan this. اوكي. من هنا بيجوا بيعملوا سكان. من هنا بيبدا ال 3 دي ارت. ورونا رايكم في الحاجات دي. دي كلها حاجات بتستوحي لك انه حاجات 3 دي. دي الموناليزا لو قربتوا الحكاية عاملة كده زي ما شايفين، بس لما تبعدوا صورة الموناليزا هنا نفس الشيء. تقرب بعدين لما تبعد موناليزا. فيا على الابل دي برضه ظاهر انها 3 دي شديد. اوكي. فعلا يا اخواننا لما تشوفوا الحاجات دي تحس بانك انت حتغرق كده. انا اوريكم الشوط دي، حاولوا شوفوا. ما اعرف الا تكون هنا فوق هنا الجنبل، بس انا احاول اعمل كده. ما اعرف كده حتصهر. ما اعرف ظاهر ولا ما ظاهره. وروني لو ظاهره. بتقعدوا هناك تدخلوا في عالم ال 3 دي. انا كان اعمل الجنبل الاطول. والله يا اخي حاجه ظريفه شديد. بتحسوا بانه كل الحياه دي يعني بطريقه ظابطه. مبالغه والله. حتى هنا الشارك لسه وجاي عليك. طيب نمشي للمنطقه التاليه، برضو فيها حاجات. دام تعمل نفسك انت من فوق متسلق. ده عاوز يعضيك. فلو اخذنا الزاويه دي او لو اخذنا الزاويه دي وانت متسلق لفوق. انا ما عندي طاقه اعمل الحياه دي، بس يعني عالم جميل. وديل هنا. دام this is good. ممكن تتسلق هنا تحس بانك انت دب. It's so funny. اوكي. هنا تتصور كأنك نازل. دي مطرقة ثور. But it's too big يا مان. Too big. ظبطت. It's like you slammed the hell out of it. بعدين حصل الرعد. أرنب. ودي برضو كأنك انت ماشي الجزيرة وطالع في السلالم. ظهر اني طالع ولا والله ما اعرف. هو 3 دي واي شيء، لكن ما اعرف ضبوطية هذا 3 دي. وهنا كأنك انت ملك من الملوك القدام ومتجه نحو المدينة الجميلة. تعاين من يمينك وتعاين من شمالك. كل الناس بيعاينوا للملك. طيب يا اخوانا، على اي حال كده نحن نكون عملنا لكم تجربه كامله عن ال 3 دي ارت. فان شاء الله تكون عجبتكم الفكره. تقريبا نحن خلصنا كده. نمشي لنا ستيج ثاني. بعد الستيج حنشوف باقي الاكتيفيتيز. يلا بوم. طيب اوريكم من فوق منظر كامل كده عن الغرفه دي. منها ندخل للغرفه التاليه. هنا في الموناليزا في كل مكان. واللوحه دي مشهوره جدا، انا شفتها في حتات كثيره. معانا الجماعه الطيبين ديل. وهنا لندن. انا والله كان نفسي انه اكون عايش في الزمن ده كده. بتحس بالثقافه. وهنا ما اعرف دي مين. هل دي الحته اللي نحن كنا فيها؟ لا، دي نحن هسه حنكون نازلين عليها.
يلا بينا. ما تتزلق، ما تدق راسك هنا. كان الواحد مفروض يجيب له الترايبود الطويل عشان يخد فوقه الحاجة دي، بس يعني هنا نحن جينا الإهرامات. كويس إنه الإهرامات في كل مكان، هنا المفروض يكون ده البساط. وأنا أصور لكم الناس أحسن منه أصور نفسي، لأنه ديل بطريقة ساطة والله ظابطين. لكن كده انتوا تكونوا عرفتوا الفكرة تماما كيف. It was very nice. الناس ديل مضحكين شديد. لقد نجوا من الشلال كده، نمشي المنطقة التالية. أنا ما أعرف دي آخر منطقة ولا this is the أوكي الحتة دي مختلفة إن شاء الله تكونوا شايفين. هنا في شنط، هنا في فراشات، بس معلش يا اخوانا الفليكرينج ده حاصل كده سواء. انا بحاول اظبطه من الاعدادات. شايفين عالم انك تحس بانك انت في دريم، انا ما عارف، بالاضاءه اللي لونها غريب دي. اعذروني واعذروا الفليكرينج. نمشي المنطقه التاليه. اوكي، ده هنا عالم بتاع الاطفال الصغيرين جدا. وهنا كمان، وده نيكو تشان فروم جابان. عينه ده 3 والله ما شكله مخيف عينه. طبعا والله بيرفكت 3 دي، والله سوبر بيرفكت. بالذات لما تشوفها في الكاميرا. في الحقيقه ممكن تعرف التفاصيل شويه، لكن في الكاميرا از بيرفكت مان. زي ما شايفين هنا يا اخوانا، دي التواقيع بتاعت كل الناس اللي رسموا الرسومات دي. إذا بتعرفوا لكم توقيع من التوقيعات دي قول له شكرا، ما قصرت. كده خلصنا. ممكن بعد تعب كده طوال تاخذوا لكم سكرين فروم هنا، او مشروب من هنا، او من هنا. نطلع الاكتيفيتي التاليه. طيب نحن يا اخواننا خلصنا من ال 3 دي ارت ميوزيوم. عندنا السكاي ريكس. حدخل في 3 دي سينموشن، وبعدين اشوف الاكتيفيتيز الثانيه دي. عشان لازم نعمل كل الاكتيفيتيز. طيب انا عاوز ادخل هنا لل 6 دي سينما. ما اعرف ده المدخل بتاعه ولا مكان ثاني. كده نشوف بجاي اول. These monkeys look adorable but please do not feed them. They are wild. والله they look cute فعلا، لكن they will طلعوا عينك. يا اخواننا بتشوفوا الجو ظابط، شوفوا السحب، شوفوا كل شيء، بس الجو سخان يا اخواننا يعني. ولحسن حظنا التيكت دي يا اخواننا بتدخلكم لاربع مناطق، اللي هو الكيبل وال3 دي والسكاي ريكس وحاجه ثانيه وبس. لكن ال6 دي سينما ما بيدخلكم هناك. لو حابين تمشوا 6 دي سينما لازم تدفعوا 20 رينجت اضافيه لذاك فقط. يعني خلوا الحاجه دي في بالكم وما تدقسوا دكستي، عشان انا ما ادقس وحاسب انه الشمس ممكن تغيب. بس الساعه 3:30، حاسب انه انا حقعد فوق كتير. فاذا انا حقعد فوق كتير لازم ما افوت الفرصه بتاعت انه اطلع فوق والجو يكون يعني على الاقل مفتح شويه. يلا نطلع فوق نشوف المناظر من فوق. اكثر حاجه انا حستمتع بها، حتى اذا ما مشيت اي حاجه ثانيه، اهم حاجه هو اركب الكيبل بعدين السكاي بريدج. والله اني لمسخن سخانه بطاله. هاكم دي معلومه اضافيه كده عشان تعرفوها. صوروني لسبب ما ودوني الحاجه دي. اوكي فلسكو. اضبط ما في الموضوع يا اخواننا انه ما في ناس وانا ركبت براي، فدي حاجه جميله شديده يا اخواننا. والله قاعد ارجف. عينه في كاميرز هناك. وات دل ضايعين من الخليج. عينه تحت دي الحصينه القصيره. شايفين؟ في هناك اللامة. وات ذا هيل دود وات يو دوينج برو. اضبط حاجه. ولحسن حظي انا جاي براي، فلحسن الحظ انه ما في ناس زحمه، فخلوني اطلع الحاجه دي براي. عينه المناظر وابا عليه. شايفين المنظر الجميل؟ مناظر من هنا، شايفين المناظر من اقسم بالله يا اخواننا متعه. نعمل لكم زاويه بعيده، حاجه جميله جدا ومخيفه في نفس الوقت. في حقيقه يعني ما مخيفه. هنا حتعمل دق دق. دايم مان
شايفين المنظر الجميل يا اخواننا. enjoy the view. انا I'm enjoying it in real life. ويعني حاجة it's amazing والله. سامعين يا اخواننا صوت السحب والرياح والحياة دي؟ انا تحت ما في حاجة، في الهواء بس الهواء. Look at how beautiful this is man. جينا مسافة بعيدة شديد، عين ورا. احنا الآن يعني السحاب كانت فوقي، هسي نحن جينا فوق السحاب ونحن لسه طالعين. يعني الطلعة كانت يعني كده، هسي بقت كده. ميري. والله الموضوع مخيف يعني حبة، يعني ما شديد. موضوع مخيف لأنه حياتك معلقة على الكيبل ده. This is all your life. فأنا حستعد. شيل ده، أشيل دي، واستعد للنزول، لأنه البتاعة دي بتكون ماشية، ما نزلت بتنزل باك طوالي. فنحن على وشك الوصول. سامع الكركبة دي توريك انت وصلت يا ولد. اوكي. اوكي ثانك يو. انا ما اعرف بياخدوا صور هنا. نحن وصلنا القمة، نحن يا اخواننا في حتة عالية شديد. What the hell man. في حتة عالية شديد فوق السحب. أنا ما أعرف، ولو عايزين تمشوا أعلى ممكن تمشوا أعلى، لكن لأي واحد عنده فوبيا من الحتات العالية ممكن يعني يموت هنا طوال ديد. شايفين المناظر الجميلة الخطيرة، يعني مبالغة عن السحب. السحب دخلت فينا وانا لحسن الحظ جايب دي معاي عشان ما I cannot afford انه ابوظ الكاميرا الوحيده اللي انا مسافر بيها. نايس تشويس رعد، نايس تشويس. عين المويه قاعد تخش هنا في الحاجات دي ويا صبت مطره قويه جدا يا اخوانا. ما اعرف هل هي اسفاين انه اطلع في المطره القويه دي، ما عارف والله. لا قوية كده. طيب يا اخوانا الجو هدى شوية لكن لسه المطرة شغالة، بس انا قلت الريسكت واطلع فوق. حندخل في السحب كده، لكن عاوزين نصل وجهتنا الأساسية اللي هي السكاي بريدج. فاخذت لي بريك هنا زي ما شفت المناظر الجميلة، شربت لي كوفي. بعد ده حنمشي الوجهة التالية اللي هو أهم حتة والحتة اللي أنا أصلا جاييها، اللي هي طبعا أنا ما أعرف هي يعني بتكركب كده ليه عشان تتحرك، يعني ما أعرف ليه. عين المنظر هنا، عين المنظر وراي، وعينه حندخل في السحب او نحن اوريدي في السحب، بس يعني not as heavy as هناك. لما تختفي البتاعة دي هنا فهذا يعني اننا داخل السحب. يا عين المنظر هناك. الكاميرا يا الله فوكسي في المكان الصحيح. اوكي يا اخوانا قربنا نصل، استعد للنزول. عينه بيتكركب كيف لما انت قربت تنزل عشان تقول لك ولا سامعين؟ شايفين؟ دي مطبات هوائية. اوكي وصلنا، هننزل ونشوف المنطقة الجميلة. طيب ننزل. طيب كده احنا وصلنا القمة وحنمشي فوق بعدين ننزل تحت غالبا. هنا الجو لطيف جدا. ما في حاجة ظاهرة مع السحب دي، ما في حاجة ظاهرة. حنطلع فوق زيادة ثواني، أنا ما حقدر أطلع فوق إلا أجهز
امبريلا. شايفين الناس هنا منتظرة. حتة جميلة. طيب يا اخوان، عاينوا روعة المنظر. نحن زي ما شايفين الآن نحن داخل السحب تماما. تقريبا ما في مطر هنا. احنا فوق المطر. يا ثواني خلاص اقفل دي. يب. احنا وصلنا للسكاي بريدج، لكن لحسن حظنا زي ما شايفين ما في حاجة، ما بتقدر تشوف اي حاجة. نحن داخل السحب وما شايفين ولا اي حاجة. يعني نحن حرفيا بتقدر تشوف فقط هنا، بس اكتر من كده ما بتقدر تشوف. الحظ الجميل. كده نحاول نمشي منطقة تانية. هنا بوريك انه ده الويست، هناك الايست وباقي المناطق. فننزل نحاول نمشي حتة تانية، لانه زي ما شايفين نحن ما شايفين اي حاجة. شايفين قدامكم سحب كثيفة جدا خلتنا ما نشوف ولا اي حاجة. زي ما شايفين يا اخواننا، جيت هنا على اساس انه امشي السكاي بريدج واديكم الفيو، بس الامطار قوية شديد والسحب في كل مكان، فحرفيا ما حتشوف اي حاجة. اذا مشينا البريدج، وعشان الوذر زي ما شايفين المطر القوية قفلوا البريدج، فجاية من غير اي فايدة. ومع انه انا عينت للوذر كان ما في امطار هنا، كان في امطار بتبدا لكن الساعة 10 ولا حاجة دي مساء. هسه الساعة 4 أو 5 إلا. الخطة فشلت. ما أعرف الخطة البديلة شنو. الخطة كانت إنه أجي أوريكم المنظر الجميل بتاع المنطقة، بس للأسف الشديد ما حشوف أي حاجة. أنا ما أعرف هل الموضوع ده خطر إنه الناس يكونوا بيركبوا في أجواء زي دي. عينه ما في أي حاجة ظاهرة، والأمطار قوية شديد، وأنت معلق كيبل صغيروني كده. الله، الجماعة دي ما خايفين ولا ما أعرف. على أي حال أنا ححاول ننتظر هنا لمدة نص ساعة. إذا الجو بقى ظابط هنواصل رحلتنا، إذا الجو بقى ما ظابط زين هنزل تحت ونكون كده نحن جربنا التجربة. سمعتوا الصاعقة؟ والله العظيم. كويس انه قبضتها في الكاميرا يا اخوانا، دي حاجة خطيرة شديد. هفل يعني ما تكون جات واحدة من العربات دي. ما عارف الصاعقة نزلت وين. عشان كده احسن الواحد يكون قاعد هنا نص ساعة لساعة اشوف الحيصل شنو، وبعدين اذا لم تزبط حغير الخطة، إذا ضبطت هنواصل بالخطة. زي ما شايفين نزلونا من فوق عشان الأمطار، فللأسف جينا وما صورنا كفاية قدر ما هو المفروض نصور. يعني يا أخي حتى هنا ما في أمطار، شنو ده؟ أبي نفس القوة بتاعت فوق السحابة كانت قريبة، كانت مطرة ثقيلة جدا. يعني الخطة اتغيرت تماما. شكلي حقعد هنا أكل الشبشب بتاعي، أنا جعان جدا. حقعد هنا أكل شوية وبعدين أشوف الخطة شنو. معظم الحياة قفلت عشان المطرة، ما عشان حاجة تانية، لأنهم من ناحية الزمن بيقفلوا الساعة 7، بس عشان الأمطار القوية كل شيء وقف مؤقتا. أوريكم نحن كنا وين. أنا ما أعرف، ما أظن تقدروا تشوفوها من هنا، بس كنا أعلى من المنطقة ديك. شايفين المنطقة ديك؟ في منطقة تانية فوقها هنا، شايفين دي اللي فيها الصقر هناك ديك. نحن كنا بعد بمسافة كده كان في منطقة هناك في جبل أعلى، بس نحن كنا هناك.
عشان الجو اللطيف زي ما شفتوا الصاعقة القوية وقفوا السكاي بريدج، فما قدرنا نمشي في السكاي بريدج. فانا اصلا عارف حظي يعني من زمان كان جميل كده وسيظل جميل، عشان كده نحن جية وشفتوا جزء من السكاي بريدج. بس حقيقة المنظر جميل، يعني إذا أنتوا عاوزين تستكشفوا، بتحبوا المناطق العالية، بتحبوا الحاجات المناظر الطبيعية، أنصحكم جدا بالمنطقة دي. تذكرة زي ما قلت عشان تدخلوا كل الحاجات اللي هم قدرنا ندخلها، دخلنا حاجتين بس ب 83. اونلاين مكتوب 53 ارخص، ما اعرف، احتمال احسن تشتريها اونلاين، ما متاكد. طيب يا اخوانا، بما انه الخطه فشلت نمشي للمنطقه القادمه واللي بعدها. في بيتش اسمه عند النيم موجود هنا، فحنمشي للبيتش ده. يعني تغيير للخطه، هسي الساعه 5:30 تقريبا، الشمس بتغرب 6 وحاجه هنا، فاذا غربت از فاين، واذا ما غربت برضه از فاين. عينوا يا اخواننا، تحسوا بانكم في فيلم، والله فيلم بتاع طرزان. عن المنطقه جميله كيف. شلاليل ده ما شلال، شلاليل. المنظر يعني والله العظيم، يعني you cannot get enough. شايفين اعلى الجبل هناك؟ دي المنطقه اللي احنا كنا فيها. عين السحب بتيجي كان داخله فينا كيف، حاجه يعني خرافيه جدا. خلاص نتجه للمنطقه الجايه. طلعنا من هناك، وصلنا بانتاي سانانج، ده اسم البيتش، وحته كده لذيذه يعني ما لا باس بها. فهسي حندخل جوا نشوف شوف البيتش. البيتش هنا يا اخواننا في باراجلايدنج، اللي هو يمسكوك بمظله، حاجه عامله نفسها سكاي دايفنج لكن ما سكاي دايفنج. زي ما شايفين هناك في ناس بمظلات وجارينهم. ده حيكون يا اخواننا اجمل سانسيت هنا. انا دارزها لخجتسكي بكم، يعني خجتسكي ده لما دائما بيكون غالي، ما اعرف ليه، في كل مكان بيكون غالي جدا. والله منظر جميل، يستاهل الجيه دي. تقريبا الرحل بتاعت البوتس بيسوقوكم على كذا ايلاند من الايلاندز اللي هنا، كذا جزيره. انا ظاهر انه جاي هنا بالغلط لانه فول سوت، جايب ملابسي كامله. ما كان سانسيت ظابط جديد. بس انا بديت متاخر، لكن يعني منظر قمه في الروعه. الدنيا ظلمت بس الكاميرا بتظهر الدنيا مفتحه. اوريدي الدنيا بدت تمغرب او مغربت، وانا ما فطرت وما اكلت حاجه، اكلت بعض السناكس من الصباح. فانا حمشي اشوف لي حته اكل فيها، بكده نكون ختمنا اليوم، لانه تقريبا ما في اي اكتيفيتيز هنا تتعمل بالليل. طيب نمشي نشوف لنا حته ناكل فيها. الحاجه الكويسه انه هنا في جنب البيتش في مطاعم كثيره، فحتلقى الخيار اللي انت عاوزه. واظبط حاجه زي ما انتم عارفين انه دوله مسلمه، فالاكل كله حلال الا بعض الاكلات الصينيه، وصعب انه تلقاها في الحتات العامه. جيت لي مطعم كده ظريف جدا في حته كده مدسوسه، وفي حيوانات هنا، في كلب هنا، وفي كديسة جات مرة. فحاجة كده فيري كوزي وستايل، شكله ده بيتهم، فهم قالبينه لمطعم، وحاسب انه طبخهم يعني عجيب. البطارية بتاعت الكاميرا عاملة 6%، فنشوف. انا هسي خدت الموبايل عامل 1%، خدته في الشاحن. ان شاء الله اقدر اعمل سويتش الموبايل يشحن واعمل سويتش للكاميرا. انا تاني حنتظر الاكل. جاب لي الحاجة دي. اوكي انتظروا. حتة جميلة جدا يا اخوان.
طيب يا اخوان، البطارية عاملة 2%، فهسه حاليا باكل في البيتزا، وطعمها انا بديه يعني 6 من 10. 6 من 10. ما بيتزا يعني ظابط شديد، لكن شايفين لا بأس بها، حاجة بتشبعك، والكمية زي ما شايفين كويسة يعني. السعر 34، يعني زي كام 20 أو 30 درهم. زي ما شفتوا المحل فيري كوزي فايب كده، جميلة جدا. الناس لما انت بتاكل، محل هادي، ما في ناس، ما في زحمة، ما في صوت عربات، ما في كل شيء. أكل لا بأس به، يعني الأكل ما أحسن حاجة عندهم، بس حاجة كده يعني تقزقز بيها. بس شايف كل الناس قاعد يطلبوا برجر. أنا طلبت بيتزا، كان نفسي في بيتزا والله. بيتزاتهم طلعت 5 من 10 أو ممكن يكون أقل من كده. بس كل شيء تاني يعني أنا أديهم ليهم بقوة، يعني فايب وكل شيء ظابط. الحياة تشيلين، فيري تشيلين هنا. إذا أنتوا بتحبوا الحياة تشيلين، بنصحكم بقوة تجوا لانكاوي to chill and explore حتة الظابط. هسه أنا حاخذ لي جراب وأرجع الهوتيل. أسعار الحياة كلها ده سعرها كان 37 رينجت، يعني زي 30 درهم. مستحيل مهما كان البيتزا عاملة كيف، مستحيل تلقى بيتزا في دبي بالسعر ده. بيتزا في دبي ب30 كانوا 30 مستحيلة. والبيتزا كانت ب34 وتقريبا زي 3 رينجت العصير أو السبرايت. طيب يا اخوانا، زي ما شايفين مطار لينكاوي عشان هو صغير شديد، بيكون دائما في طيارة واحدة. والمطار هنا حرفيا انت هنا بتمشي عن طريق المشية دي، ودي الطيارة كأنك راكب لك باص بتاع سفر. لما تحس بانك انت ما في مطار، يعني ما عارف، تحس باحساس غريب عن الطيارة صغيرة كيف، والمطار حرفيا ما في غير الطيارة دي. والله لما تركب بالطريقة دي بتحس بانك انت كأنك ما راكب طيارة وحاجة كده بالرعب الطبيعي يعني.